السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنعرف ايه الفرق بين الجلد الطبيعي والجلد الصناعي. ناس كتيرة جدا بتتخم او بتتخدع لما بتيجي تشتري حزام، مثلا حزام زي كده ده جلد طبيعي. تمام، انا اعرفه ازاي؟ ما في الصين منزلة، انت لو شفت الحزام ده برضو تمام، والبياع هيقول لك ده جلد. هو ما كدبش لو قال لك جلد، لان ايه ده جلد بس صناعي، مش هيضيف كلمه صناعي في الاخر، ماشي؟ وهيوريك تبقى مصيبه لو وراك كمان من دي كده وقال لك دي جلد. يعني هو حته صغيره قوي جلد زي كده يحلف انها جلد طبيعي. بص الحزام جلد طبيعي اهو من هنا، تمام؟ انت هتقلبه هيقول لك بس هو متبطن عشان ايه، احنا خياطه وكده، ومتقفل من هنا بشمع بيلمع اللي هو الحرف ده، فده بيتباع على اساس ان جلد طبيعي وده جلد صناعي. طب نعرف ازاي الجلد الطبيعي من الجلد الصناعي؟ لما تعوز تشتري حزام لازم يبقى عندك خلفيه وخبره. اول حاجه من مصدر موثوق بيه، اول حاجه. تاني حاجه بيبان من شكل الحزام، يعني الجلد مثلا دوت بيبقى قطعه واحده. لو جلد طبيعي بالمسامات بتاعته بتبان زي كده، ده مسامات جلد طبيعي تبقى باينه واضحه، تمام؟ دي المسامات. طيب النهارده هنيجي نكتشف، يعني مثلا لو فكينا الحزام مثلا اهو، وجينا مثلا احنا الحزام قصينا الحزام اهو، مش مشكله، بنلاقيه كذا طبقه، ده كرتون، تمام؟ في اختبار بقى اللي هو اختبار الولاعه. لو احنا جينا على الجلد الطبيعي، تمام، وايه ومشينا الولاعه، ما تبقاش ولاعه شعله، ولاعه عاديه، ما تبقاش قصدي سخان، يعني زي كده اهي. بص احنا بنمشي كده، بص 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 بص، لازم عملنا كده مفيش اي حاجه خالص. طيب احنا لو مشينا بقى بالطريقه دي على ماشي، هنلاقي هنا كشت اهي، تمام، وسخنت قوي. لو زودنا النار قوي، يعني احنا اهي، هتلاقيها انا شامم ريحه شياط دلوقتي، تمام، وكرمشت كشت. ده السكاي. وطبعا لو احنا جبنا هنا كده هيتحرق على طول زي ما احنا شايفين اهي، حته اتحرقت، لان ده كرتون بس يبان كده. مهما احنا عملنا هنا ومهما زودنا ومهما اهو اهو انا مسلط النار اهي، الكاميرا اهي عليها، مفيش اي حاجه ولا حتى كشت ولا بقى في سخونيه كمان. ما كانش بتوع المطافي يلبسوا جواكت جلد طبيعي لانها بتحمي النار، بتبعد النار شويه لحد ما الانسان يحس بالخطر. انما لو اي حاجه بلستر بتشم النار على طول وبتتحرق. ده الفرق بين الجلد الطبيعي والجلد الصناعي. طبعا الريحه بتبقى باينه كمان، والنظر في المسامات زي ما احنا قلنا. والجلد انواع، في جلد حور ده بيبقى مش متشطب، تمام؟ الجلد المتشطب اللي هو كده متقفل كده، عشان لو جينا اشترينا حتى جاكيت جلد طبيعي، تمام، في ناس كتير قوي بتشتري الجاكيت وفاكرينه جلد طبيعي وبعد كده بيقشر معاهم في الدولاب لوحده. لا، لازم نبقى عارفين ان الجلد الطبيعي لو احنا عرضناه للنار كده اهو ما يحصلش اي حاجه، لو الجاكيت بقى عملت كده وركزت هتلاقي دي كرمشت كده. طبعا ما عنديش جلد طبيعي، جلد سكاي. وده كل الانواع الجلد الطبيعي، في بقري حاجه زي كده، وفي ده ضاني، وفي معز، هتلاقي المعز مسامته ايه ظاهره كده، تمام؟ وفي لباني، وفي حور النباتي اللي هو مش متشطب، وفي كواري برضو اللي هو بيترسم عليه او بيتعمل بالضفره والكلام ده، اللي فاهمينه التربيه الفنيه واللي دخلوا دورات جلود. دي نبذه بسيطه كده عن الجلد، عشان لما تشتري جاكيت او حزام او محفظه ما يضحكش عليك. تحياتي ليكم جميعا، وده رقم تليفوني لو احتجتوا اي حاجه جلد يعني طبيعي، 0100 147 17 31. احمد عواد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.